السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون كل بخير. اليوم راح نسولف على التأجيل، شنو هو التأجيل وايضا شنو هي فوائده او اضراره، وايضا اني انصحك تأجل ماده او لا حسب تجربتي بالسادس الاعدادي، وايضا راح نوضح لكم شنو الفرق بين التحميل والفرق بين التأجيل. شنو الفرق بين التحميل والتأجيل؟ اكو طلاب لحد الان ما تعرف شنو الفرق بيناتهم، فمثل ما تقولون ان شاء الله مقطع شامل راح يكون عن التأجيل بصورة عامة، فان شاء الله راح يفيدكم. وطلابنا الاعزاء اذا كنتوا جدد فاكيد لا تنسون اللايك جدا مهم والاشتراك حتى تلقون جميع الشغلات المهمه اللي انشرها، وايضا قناتي التليجرام راح تطلع قدامكم، هذه جدا مهمه اشتركوا بها، قاعد انزل بها هواي شغلات ما انزلها باليوتيوب ومفيده لكم طلاب الوزاري. وهسه اكيد مثل ما متعودين خلينا نروح مباشره على الفيديو. طلابنا الاعزاء بدايه راح نسولف عن التاجيل وايضا التحميل، شنو الفرق بيناتهم؟ اكو طلاب لحد الان ما تميز بيناتهم. التاجيل يا طلاب، التاجيل انه انت تاجل ماده للدور الثاني، يعني هسه انت عندك دور اول تاجل ماده للدور الثاني بعدها، فهذا هو التاجيل. والتحميل شنو؟ التحميل انه انت تحمل ماده للسنه الجديده، مثلا هسه انت مو دفعه 2023 تحمل ماده للسنه الجديده تمتحن ويا طلاب 2024 تمتحن بس هاي الماده اللي حملتها، فهذا الفرق بيناتهم بابسط صوره. هسه راح نجي نسولف على الفوائد والاضرار. اول فائده عندك تفيدك بالتاجيل اذا كان عندك مثلا ظرف صعب مريت به فتره المراجعه، او اذا كان عندك حاله وفاه لا سامح الله، فعندك التاجيل وسيله انه انت فرصه ثانيه انك حتى تمتحن دور ثاني، فهاي اول فائده تكون للتاجيل. عندنا الفائده الثانيه للتاجيل، اذا انت مثلا عندك فتره المراجعه قرأت المواد كلها بصوره جدا صحيحه وبقت عندك ماده واحده ما تقدر تقراها، والامتحانات صادفت بهاي الايام اللي تريد تقرا بهاي الماده فما لحقت انه تقرا هاي الماده، فالتاجيل ايضا راح يفيدك بهاي الحاله انه انت تجيك فرصه ثانيه حتى انه تقرا الماده بصوره جيده وتطلع بها المعدل اللي تريده. فاذا مثلا انت قرأت المواد كلها بصوره صحيحه وبقت عندك ماده واحده ما لحقت تقراها فتقدر تاجلها للدور الثاني وتمتحنها بدون اي مشاكل. هسه الفائده الثالثه للتاجيل واللي هي اخر فائده عندنا، اللي هي التاجيل ينطيك فرصه جديده حتى انه تعوض الفتره اللي فاتتك، يعني مثلا انت مثلا ماده عندك كانت صعبه ما قرأتها زين، فاذا اجلتها راح تكون عندك فرصه على الاقل 30 يوم حتى انه تمتحن الماده مره ثانيه، او يعني مرات ينطون مثلا 40 يوم او اكثر حسب تحديد الوزاره، لكن على الاقل يعني يعطون 30 يوم اقل شيء حتى انه الطالب يعيد نشاطه ويقرا الماده من جديد. هسه بعد ما كملنا الفوائد راح نجي على شيء اسمه الاضرار. الضرر الاول اللي راح يصيبك من تاجل اللي هو تخسر درجه الدور الاول، واللي ما يعرف شنو درجه الدور الاول ينطوك درجه واحده على المعدل مالتك، مثلا نفرض انه انت بالدور الاول طلعت مثلا نفرض 99 او 98، طلعت 98 ما زال انه انت ممتحن دور اول وناجح بكل المواد فراح يعطوك درجه اضافيه يصير معدلك 99. مثلا انت معدلك 80 راح يصير 81، هاي الدرجه الاضافيه اذا اجلت ماده فراح تخسرها للاسف، وهاي الدرجه يعني تفيدك جدا، مثلا انت معدلك 80 راح يصير 81، او مثلا هو 81 راح يصير 82، اذا اجلت ماده فانت راح تخسر هذه الدرجه. الضرر الثاني اللي راح يصيبك بالتأجيل اللي هو انه انت مثلا كان عندك وقت كلش هواي تقرا المواد، يعني مثلا عندك ماده الرياضيات كان عندك شهر او اكثر تقرا بها الماده، لكن انت ما قرأت هاي الماده انه ببالك انه انت راح تأجل الماده للدور الثاني، وبالدور الثاني هم ما راح تقراها، فهذا الضرر كلش راح يصيبك بهاي الماده، لان انت ما زال ما قرأتها بالدور الاول بالدور الثاني هم ما راح تقراها، فانت التأجيل فقط اذا صار عندك ظرف صعب او مريت بشيء صعب بهاي الحاله اجل، اما اذا انت ما عندك شيء فالتأجيل راح يضرك. عندنا الضرر الثالث اللي هو اسئله الدور الثاني تكون اصعب من اسئله الدور الاول، هذا الشيء المتداول عند كل الطلاب وهذا الشيء طبعا صحيح. هسه احنا اذا نراجع اسئله مثلا سنه 2021 2022 2019 راح تراجع هاي الاسئله راح تشوف انه اسئله الدور الاول دائما تجي سهله وواضحه، واسئله الدور الثاني تكون اسئله تقريبا مبهمه، واسئله تكون شويه بها صعوبه، بعض طلاب مو اسئله خارجيه لا اسئله شويه بها صعوبه، دائما الوزاره تركز بالاسئله السهله تجيبها بالدور الاول، الدور الثاني تكون اسئلته شويه صعبه، لكن اذا انت قارئ الماده كلها ومضبط وضعك ما راح تكون عليك الاسئله صعبه. الشغله الاخيره واللي هي تنصحني اجل ماده او لا، طلاب انصحكم تاجلون ماده بحالتين او ثلاث حالات، اللي هن الحاله الاولى اذا كان عندك ظرف صعب مريت به لا سامح الله او صار عندك حاله وفاه، في هاي الحاله اجل الماده، واذا كنت ناوي على معدل عالي وشفت التاجيل يفيدك اجل الماده. يعني فقط ذن الحالتين اللي اشوف الان يستوجب بهم التاجيل، فيعني انت شوف وضعك اذا تقدر انه تمتحن امتحن، واذا ما تقدر اجل الماده، وان شاء الله يا رب العالمين يكون طريق صحيح لك وطريق التوفيق يا رب العالمين.
راح نجي على الشيء الاخير اللي هي ختاميه الفيديو، اللي هي طرق التاجيل. شلون تقدر تاجل المواد بصوره صحيحه؟ الطريقه الاولى اللي عندك تاجل بها الماده، واللي هي الاصح والاضبط، انه انت تروح للامتحان تشوف الاسئله، اذا شفتها صعبه فانت اكتب بس اسمك وانطي الدفتر، واذا شفتها سهله فانت كمل امتحانك. وشغله جدا مهمه ركز عليها، الدفتر ما تكتب عليه غير بس اسمك، مجرد تكتب سؤال اول مثلا او تحلك شويه وتنطي الدفتر راح يحسبوا لك الدرجه، احتمال تحصل 2 او تحصل 3 من 100 باعتبار انه انت ما مأجل الماده. فقط تكتب اسمك ورقمك الامتحاني وتنطي الدفتر للاستاذ اللي واقف عليكم وروح لاهلك. عندنا الطريقه الثانيه واللي انا ما انصح بها جدا، الطريقه اللي هي الطالب ما يروح للامتحان، مجرد يبقى بالبيت وما يروح للامتحان، وهاي طبعا تعتبر طريقه تاجيل، لكن الاصح انه انت تروح للامتحان تشوف الاسئله، اذا صعبه اجل واذا سهله امتحن وكمل امتحانك. مرات الطالب شو يسوي؟ ما ياجل الماده وما يروح للامتحان وتطلع الاسئله سهله وتروح عليه. فانت روح للامتحان شوف الاسئله، اذا اجت سهله امتحن والله يسهل عليك، واذا صعبه اجل الماده، وهذا ان شاء الله راح يفيدك. لهنا كنت مقطعنا، اتمنى وضحت لكم كل التفاصيل اللي تفيدكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.